نوصل في مصر وفي الوطن العربي، وان شاء الله على مستوى العالم كله، اللي هو احنا نوصل ان احنا يكون معانا الخير دوت ومش لاقيين حد يديهوله. فهو هدفنا، يعني انا بقول لكل واحد انت تقدر تبقى زينا، تقدر تعمل اكتر مننا. حاول وانت في حياتك سيب لك فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك. مش عيب انك تكون انسان باي لون، مش عيب انك تكون انسان باي لون. العيب انك تكون للغير مدد ايديك. ما تقوم يا صاحبي فينك، ابدأ ربك يعينك. ما تقوم يا صاحبي فينك، ابدأ ربك يعينك. يرويك عرق جبينك، تاكل من خير ايديك، تاكل من خير ايديك. ده الخير جواك اكيد والعزم لو يزيد. ده الخير جواك اكيد والعزم لو يزيد. والايد تشد ايد، حلمك يجري عليك، حلمك يجري عليك. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك. فتح شبابيك عينيك، حلمك. شباب كتير جدا في مصر بيحبوا يعملوا خير، بيحبوا يعملوا المبادرات بتاعتهم في جمعيات كتيره قوي، بتبقى تطوع، في مشاريع بدات في جامعه وبعد كده قلبت جمعيه خيريه على مستوى الجمهوريه. افكار كتيره قوي بتتعمل، ومعانا فكره من الافكار دي بداها شباب في كليه هندسه جامعه اسكندريه. ايه انت مخطوط كده ليه؟ لسه مخطوطين. معانا النهارده في الاستوديو مصطفى طه ومحمود السيد، هم من مشروع سموا نفسهم شباب بيحب الخير، هو ده اسمهم. وهم اللي شفنا بعض الاعمال اللي هم كانوا لسه عاملينها في الفيديوهات. منورين يا شباب. ايه الاخبار؟ الحمد لله. مخضوض ليه؟ لا انا شايف فكيت. الحمد لله. ابدا بيك يا محمود، عايز اعرف منك البدايه. انتوا الاول انت في كليه ايه؟ وفي جامعه طبعا كليه جامعه اسكندريه وكليه هندسه صح؟ انت في قسم ايه بقى وفي سنه كام؟ انا في تانية مدني كليه هندسه جامعه اسكندريه. تمام. هو فكره مشروع شباب بيحب الخير، هو الفكره بدات ان احنا بعد الثوره، يعني احنا قلنا بالثوره بعد كده حسينا ان في مسؤوليه وواجب تجاهنا، يعني تجاه اللي حصل. يعني احنا لاحظنا ان البلد بعد الثوره فيها مشاكل كتير، الحال بتاع البلد كان واقف. لاحظنا ان في الشوارع ما كانتش كويسه، الحوائط في الشوارع من اثار الثوره. ففكرنا احنا كشباب كان جوانا طاقه، وزي ما احنا قلنا بالثوره احنا لازم احنا نساعد في البلد دي عشان تيجي قدام. فنزلنا وحاولنا ننظف الشوارع، حاولنا نبيض الشوارع مكان الحاجات اللي كانت موجوده. يعني انتوا كنتوا مين؟ يعني انتوا كلكم كليه هندسه بس؟ احنا كنا طلبه. هي الفكره ابتدت واحنا في كليه هندسه، احنا كنا اصحاب كليه هندسه، بس فكرنا ان احنا نعمل حاجه. يعني احنا في عايزين جوانا طاقه، عايزين نعمل حاجه. يعني احنا فاول ما نزلتوا كنتوا شباب كليه الهندسه. تمام. ايوه بالظبط كده. فكنا عايزين نعرف طب احنا هنعمل ايه، طب نشتغل ازاي. فكان الشغل يعني ابتدى بحكايه اللي هو زي الناس كلها بتنزل النظافه اللي هي كانت حصلت كلنا، اللي هي نزلوا ينظفوا ونزلوا اللي بياضوا والكلام ده كله. لقينا مفيش شركات زي اونكس، الشركات دي مش موجوده. فاضطرينا اللي هي في اسكندريه. لقينا بقى الناس كلها حتى في ميدان التحرير كان كله بينظف. فاحنا قلنا لازم احنا ننظف، لازم احنا نخلي بلدنا اجمل عشان برضو تبقى واجهه كويسه يعني. مظبوط. فابتدينا نفكر في اثناء الشغل دوت في ناس كتير قوي غلابه او في ناس في قرى فقيره، هي اساسا قبل الثوره اصلا كانت الناس ديت متضرره، يعني كان في ضرر واقع عليها. فبالك بعد الثوره الناس ديت اللي هو كان العامل اللي هو الفقير اللي بيشتغل يوم بيومه، يعني هو دلوقتي يومه يعني قوت يومه، يعني هو من غير اليوم اللي بيشتغله ما فيش فلوس بتجيله، ملوش دخل شهري. فالناس ديت بيقع عليها ضرر كتير قوي. ففكرنا احنا نوصل للناس ديت، فسمعنا عن اماكن اللي هي في قرى عشوائيه. معلش بس انا عايز افهم مصطفى وضح، يعني كل ده انتوا شباب مع نفسكم يعني، ما انتوش تبع جمعيه وما انتوش لسه ما عملتوش نشاط في الجامعه، يعني انتوا كنتوا بس كده حركه متطوعه، يعني انتوا واخدين مسؤوليه مش اكتر. تمام. احنا يعني كنا مجموعه بس شباب في الكليه،
يعني ما فيش ولا تابع ولا اي جماعه ولا اي تيار ولا اي حاجه، احنا مجرد بس شباب مع بعض. قعدنا فكرنا ان احنا يعني كنا بعد الثوره عايزين نقدر نفيد بلدنا، عايزين نعمل حاجه كويسه للبلد. وبداتوا عملتوا مشاريع ايه بقى؟ احكي لي. كان في المشاريع بدأنا في أول مشروع خالص إن عملنا مشروع شنطة الخير. مشروع شنطة الخير وزي ما قال باشمهندس محمود. حلوه، حلوه تكبر الواحد كويس قوي، بقينا اصحاب. ايوه حلو بس حلو زي ما قال طبعا كان في القرى الفقيره وكده، فكان بعد احداث الثوره وكده كانت متضرره، فكرنا ان احنا نعمل لهم مشروع شنطه الخير. مشروع شنطه الخير بيبقى فيها مواد غذائيه. ففكرنا عملنا لهم، ده كان اول مشروع، كنا جمعنا المبلغ اللي عملنا بيه 100. ده كان بعد الثوره ولا قبل الثوره؟ ده كان بعد احداث الثوره على طول. كله كان بعد الثوره. تمام. عملنا كان 120 شنطه. ده اول مشروع كان 250 شنطه. حلو. تمام. ودول انتوا عاملينهم مش عشان رمضان، انت عاملها بس هي شنطه. كنا عايزين نساعد الناس اللي هي اتضرت من الحاجات ديت، كنا عايزين نساعدها يعني نوصل لها اي حاجه او مجرد اكل او حاجه. طب احنا شايفين معاكم برضو محمود، يعني من ضمن الصور اللي بنعرضها دلوقتي معانا على الشاشه، غير الشنط انا شايف ان انتوا جايبين يعني في عجول كانت بتذبح دلوقتي. ده المشروع ده مشروع غير ده لسه اللي هو العيد، ده لسه المشروع الخامس ده. تمام. هتكلم عنه يعني. حلو قوي. طب خد لنا بقى تدريجيا كده، واحده واحده كده، انت تقول مشروعين وبرضه محمود مشروعين. تمام. كمل انت بقى. هو اول مشروع اللي زي ما قال مصطفى كان باشمهندس مصطفى بقى. كان هو المشروع اللي هو شنط غذائيه نوصلها للناس دي. دورنا على قرى سمعنا عنها، ابتدينا ننزل نعمل استكشاف للقرى ديت ونبص عليها ونشوف، وفعلا لقينا القرى يعني فيها ناس معدنه جدا. برافو عليكم. وبقينا بناخد الحالات بالاسامي، يعني بحيث ان انا اضمن ان انا اوصل حاجه لحد البيت بايدي، مش مجرد ان انا الاقي حد. كنتوا بتجيبوا فلوس منين؟ يعني كنتوا انتوا بس طلبه بتتبرعوا ولا كنتوا بتعملوا؟ لا، هو الفلوس كان احنا الفكره ابتدينا احنا عايزين نوصل لفلوس. في مثلا كنا نروح مثلا بيننا وبين بعضينا كاصدقاء او بين اهالينا، لو لينا قرايبنا او اي حد تجار نقدر نعرف لهم لو يخفض معانا. عارف بس مش بنكلم الدكاتره عندنا. بنكلم الدكاتره. طب ما بخصوص الكليه بقى والجامعه عندكم، ليه خليتوا الموضوع منحصر في كليه؟ ليه ما خليتوش على مستوى الجامعه؟ يعني ليه ما قلتوش مثلا الجامعه كلها تبقى مشتركه معاكم في الاعمال الخيريه اللي بتعملوها دي؟ حلو جدا، وهتلاقي في كتير هيساعدوكم من كليات ثانيه كتير. تمام. احنا بعد ما خلصنا المشروع الثالث، حلو، يعني في حصل تأييد لينا من كليات تانية، في مجمع نظري وفي مجمع طبي. في زمايلنا كلمونا ان هم مرحبين جدا بالفكره وكويسه جدا، وبداوا هم يعملوا عندهم في الكليه عندهم، بداوا يعملوا اسره عندهم في كليه الطب، الشباب بيحب الخير طب، وبداوا هم بقينا كلنا وان شاء الله يعني على مستوى جامعه اسكندريه كلها. يعني ابتدت تبقى في اسر في كل كليه بنفس الاسم، شباب بيحب الخير. فانتوا عملتوا في هندسه، في طب، وفي كذا حته في جامعه او كذا كليه في جامعه اسكندريه. من الحاجات اللي انا عايز افهمها منكم، انتوا النظام عندكم مفيش زي مثلا مدير للاسره وبعدين في زي ديبارتمنتس او في زي مجاميع متقسمه، كل واحد ليه شغلانه وكل واحد ليه حاجه بيعمله. انتوا اللي انا فهمته، وضح لي اكتر بقى السيستم بتاعكم بيمشي ازاي. انا عارف ان هو سيستم ديمقراطي جدا. هو هي ابتدت الفكره ان احنا طلبه من هندسه، فهي كانت هندسه بيور، يعني كان احنا مجموعه شباب. ابتدت الفكره من 2 باشمهندسين هو مش موجودين حاليا، ابتدت بيهم. وبعد كده احنا جينا انضمينا وابتدت تكبر الفكره. بعد كده ابتدت الفكره تكبر. اصدقائنا اللي هو في المشروع الثالث زي ما مصطفى قال كان هم في كليه الطب، اتاثروا فعلا وكونوا اسره، حتى اسره تحت التاسيس في الكليه تبع رعايه الشباب، تبع الاسره ديت في المجمع الطبي. شباب بيحب الخير في طب. ولسه برضو في المشروع الاخير اللي هو عيد العيد برضو عملنا اللي هو اسره جديده في المجمع اللي هو المجمع النظري. فكده يعني احنا بنحاول يعني نخلي العمليه يعني تكون على جامعه اسكندريه، بس احنا طبعا نفسنا يكون على مستوى الجامعات. انا بتكلم كتنظيم بتاخدوا قرارات ازاي، بتعملوا ايه؟ يعني بنكون مثلا احنا يعني انت لسه قايل من شويه في موضوع انتخابي عندكم، كنتوا انتوا انتخابات 8 يعني افراد هم المسؤولين دلوقتي. لا، هي مش حكايه 8 افراد، هي حكايه احنا افراد مع بعض. احنا بناخد مثلا قرار مثلا جروب على الفيس، تمام، نعمل يا جماعه نعمل اجتماع في مكان معين. كنا في الاول مثلا كليه هندسه، فكنا كلنا نقعد نعمل مع بعض اجتماع، وفي الاجتماع دوت مثلا نعمل فوت. مين الليدر؟ يعني مين اللي بيبقى يعني بياخد الخطوه الاولانيه؟ يعني دلوقتي اكيد احنا قاعدين مع بعض اهو دلوقتي، مثلا عادل يروح يقول لنا مثلا يلا فاروق، يلا مصطفى، يلا محمود، النهارده هنتجمع مثلا في حته فلانيه عشان هننزل نعمل كذا. لا، اكيد ليكوا مثلا في 2 هم اللي بيبقوا مسؤولين عن الموضوع كله. لا، احنا عندنا يعني الموضوع مثلا واحد بيجي له فكره، فهو واحد بيجي يعرض الفكره علينا،
فبنعرضها كلنا مع بعض وبنقعد كلكم بقى هندسه ولا كلكم كل اسر كلنا. الشباب بيحب الخير؟ كلنا تمام. كلنا بنقعد بيعرض الفكره علينا. كل واحد بيقول فكرته، بنشوف انهي احسن فكره وبنبدا نطور الفكره بتاعتنا بتحس تطلع في احسن صوره. تمام. يعني مش بيبقى شرط واحد هو بيبقى المسؤول بيقول كل حاجه، لا احنا بنقعد مع بعض، هو الواحد بيقول الفكره بنتحاور مع بعض ونشوف ايه احسن حاجات بس بحيث تطلع في احسن صوره. يا رب. انت من ضمن المشروعات اللي انت قلت عليها من شويه، انت قلت 2 في ناقص في 3 تانيين. انت قلت شنطه رمضان وقلت اللي هو ده كان المشروع الاول والثاني كان شنطه الخير بس ما كانش في رمضان. قصدي شنطه الخير. اسف كنت بعمل حاجه اسمها ده كان شنطه في شهر 2 طيب قول لنا بقى الاربعه الباقيين ايه؟ احنا عملنا الثلاثه التانيين هو مشروع شنطه رمضان، وده كنا احنا شباب بحب خير، وابتدت تشاركنا بعض الاسر في الكليه. تمام. اللي هو الاسر اللي معانا في الكليه كانت يعني ساعدتنا مساعده كبيره يعني. كويس قوي. ابتدينا احنا نشتغل يعني بمجال اوسع، يعني احنا لو احنا مثلا كلنا في دفعه واحده كلنا اصحاب، فابتدينا بمساعده الاسر الثانيه في دفعتنا ودفعات ثانيه، ابتدت العمليه توسع، ابتدى انتشارنا في الكليه يكون اكبر، نقدر ان احنا نوصل للتارجت بتاعنا. وبس كان هو المشروع بتاع شنطه رمضان. الحمد لله يعني قدرنا نجمع المبلغ يعمل لنا 750 شنطه رمضان. هايل. جبنا بتاع حوالي 3000 قطعه ملابس، عملنا بيهم 3 معارض ملابس. كان في وقتها كان في مجاعه صومال، فكرنا ان احنا نشارك في المجاعه ديت في نص الصومال. فخلينا مثلا المعارض بتاعت الملابس ديت مثلا باجر رمزي جنيه نص جنيه، بحيث ان هي تكون تحفظ بالظبط كده، وفي نفس الوقت ان هي تحفظ ماء الوجه للناس، لان هو يحس ان هو ايه بيشتغل. وبرده الناس برده تحس ان هو لما يجي ينزل يفاصل معايا دي بجنيه، لا يقول لي لا خلي نص جنيه. الشعب المصري برضه يعني فاصل الجو كامل يعني. يعني احكي لي يا مصطفى ايه الاماكن اللي رحتوها في اسكندريه والكرة المعيشه فيها كانت انت حسيت انها صعبه قوي؟ يعني ايه الحته اللي علمت معاك؟ هو احنا كنا بنسمع عن يعني الكرة الفقيره بتبقى معروفه بنسمع عنها. في يعني مناطق كتير جدا، بس احنا سمعنا عنها وكنا بننزل بنفسنا وبننزل بنعمل استكشاف في المناطق دي، وكنا مثلا يعني بيبقى معانا زي ورقه وبنسجل. زي ايه يعني؟ ايه المكان اللي انت رحته واثر في نفسيتك يعني، او انت حسيت ان الناس دي فعلا عايشه حياه صعبه يعني محتاجين مساعده اكتر من اللي انت عملته؟ يعني مثلا في قريه نزلناها زي اسمها قريه زرزاره دي في اسكندريه، يعني نزلنا بجد كان محتاجه جدا يعني الناس. احكي لي يعني القريه عامله ازاي، فيها ايه ما فيهاش ايه، عشان انا عايز بس احاول برضو ننقل صوره للناس اللي بيتفرجوا علينا. هو قريه زي قريه زرزاره، هناك مثلا زي المجاري تبقى طالعه مثلا على الناس، تبقى انت قاعد على السرير والسرير تحتك مجاري، فانت السرير جوه البيت يعني؟ جوه البيت، المجاري ضربه جوه البيت، ضربه جوه البيت. ومثلا ممكن تلاقي الدور مثلا الثاني بقى الدور الاول هو بيهبط من الميه عشان الاساس وكده، فبيخش على فهناك الميه كهرباء، فهناك المعيشه صعبه جدا. طب كان دوركم ايه بقى؟ كان دوركم ايه في الموضوع؟ يعني لما شفتوا المنظر زي ده واكيد اثر فيكم كلكم، ابتديتوا تعملوا ايه بقى؟ خدتوا خطوه تعملوا ايه؟ احنا حاولنا، هو مشكله زرزاره هي مشكله كانت كبيره شويه، ان هي زرزاره على الحدود بين البحيره واسكندريه، فكان يعني لما يروحوا يحاولوا يعملوا اي حاجه في المرافق الاسكندريه ده يحدفوا اسكندريه. فاحنا بنحاول يعني نشوف حتى اي ناس او لو اي حد يتبرع بمبالغ، لو نحاول ندخل لهم ميه او نحاول ندخلهم كده يعني فاهم، محدش نفذ حاجه، محدش بيحاول. لا يعني هو كل الحاجات بتبقى عن طريق مثلا تبرعات من الناس ان هم يعملوا حاجه زي كده، وداخله تبع المحافظه طبعا. بالظبط كده. تمام. بس دي الحاجات اللي بنعملها. احنا مثلا عملنا لها، نزلنا لها كان شنط رمضان، كان منزل لهم جزء منها كتير. بس وحاولنا احنا هناك برضو لقينا عندهم في جهل كتير منتشر في قريه زرزاره بالذات، او القرى اللي كنا بنروحها كان فيها يعني يعتبر قريه ما فيهاش تعليم. ففكرنا برضو ان احنا نحاول نشوف مين متعلمين في القريه ديت وقرى ثانيه، ونعمل لهم زي مشروع شنطه المدرسه. ده برضه المشروع الرابع اللي احنا عملناه. كان الناس اللي بتبقى معاكم بتبقى ناس دايما معاكم، يعني انتوا عارفين مثلا ان احنا شباب بيحب الخير في 20 واحد ثابتين على طول، ولا الناس بتروح وتيجي على حسب المشاريع بيتطوعوا؟ تمام. هو الفريق بتاعنا بيبقى فيه زي اكتيف ممبرز، دول بيبقوا معانا على طول. بننزل زائد بقى فيه متطوعين، يعني مثلا انت بتيجي بتعمل ايفنت على الفيسبوك، بتقول مثلا هنعمل مثلا شنطه مدرسه، فهننزل يوم التوزيع، ففي ناس بتيجي تشارك معانا، في ناس اساسيه اللي بقى من الاول خالص، وفي ناس بقى بتيجي متطوعه في الاخر تشارك معانا. في كام واحد وصلتوا كام واحد دلوقتي اساسيين اكتيف ممبرز دلوقتي؟ مثلا في حدود 50 60 ما شاء الله، كويسين جدا. طيب هو بالنسبه للجامعه عندكم، انتوا في عدد كويس بتقولوا من ضمن الناس 30 40 واحد، لكن ممكن في عدد موجود داخل من بره عليكم؟
ولا الموضوع بس منحصر في الكليه عندكم؟ لا، هو في ناس كتير من بره معانا، يعني في ناس بتشاركنا من بره، بس هي تبقى مثلا ايه يعني مش كتير، يعني هو المعظم كله طلبه، يعني هو من اكتر من كليه. بس الناس بره مثلا تكون ايه من اهالينا، يعني او المعارف اللي اهالينا، بس مش ناس كتير يعني. والشباب اللي يحب يتطوع يعمل ايه؟ يقدم فيه؟ عندكم عاملين جروب، عاملين صفحه؟ احنا عاملين ايفنت على الفيسبوك اسمه دعوه للاشتراك في فريق شباب يحب الخير. تمام. ده اللي عايز يشارك معانا بيملى ابلكيشن وبس يعني، وهو بيشارك بيعمل ابلكيشن عشان ايه؟ يعني بتنقوا ناس معينه وفي ناس بترفضوها يعني؟ لا هو مجرد بس بيحط البيانات بتاعته بس عشان يبدا يشارك معانا، عشان تعرف ازاي تتصل بيه يعني. طب افرض انا ممكن اقول لك الابلكيشن بالنسبه لي ممكن تبقى مش حابب، مش بحبذها، ممكن ابقى اعمل الحوار ده بيني وبينكم كده يعني من غير ما حد يشوفنا او حد عادي صح؟ عادي. لا يعني ما فيش حدود معينه تحطوها للناس ان هي ممكن الخير عامه بيبقى مش بيبقى ليه حدود جامده، الخير بيبقى حاجه مفتوحه طبعا، ما دي احلى حاجه. ربنا يكرمكم ان شاء الله. طيب في حاجه ثانيه عايز اقولها لكم قبل ما نختم معاكم، انتوا ما فيش جمعيه خيريه قالت لكم انضموا معانا واحنا نبتدي نتولى برضه حاجات كتيره جدا نسهل لكم الامور شويه؟ لا احنا يعني مجرد احنا شباب يعني من كليات شباب، بس احنا ولا تابعين مش تابعين لاي حاجه وكده، بس احنا حابين ان احنا يعني مع بعضنا ونفضل ونكبر كده مع بعض. يعني احنا ممكن نبقى مثلا جمعيه كبيره، نبقى يعني انتوا حاطين اساس من الاول في دماغكم كده، انتوا ما حدش هيخش علينا، احنا مع بعضنا بس. مش هننضم لاي حاجه، لا احنا مع بعضنا هنوصل وهنكبر ونبقى حاجه كبيره باذن الله. يا رب دايما توصلوا ان شاء الله. هو كان في برضه احنا عاملين دلوقتي حاليا في مشروع ابتدينا فيه بس من شهر، هو اسمه سهم الخير. سهم الخير دوت زي اسهم ربحيه، بس هي مش ربحيه يعني. سهم انا ممكن قدرتي ادفع في الشهر 5 جنيه، ده قيمه السهم. انا ممكن ادفع اشتري سهم او سهمين او 3 اسهم. طبعا اسهم ديت يعني ملهاش زي تبرع يعني، زي تبرع، بس انا بتبقى كل شهر يعني. انت اكيد يعني 5 جنيه بالنسبه لمصروف الطالب الشهري او مصروف شخص اشتري مش مبلغ. فكل مثلا الطالب يبتدي يدفع المبلغ اللي يناسبه او اللي يقدر عليه، بحيث ان احنا زي انت عامله عشان تدخل على طول، بحيث ان انا يعني اول ما اجي اعمل مشروع كنا بنلاقي عقبه ان احنا نبتدي نجمع الفلوس من اهلنا من اصحابنا، فكانت بتاخد معانا وقت ومجهود كبير. بحيث ان انا مثلا كل فتره مش بعمل مشروع، بحيث ان لما اجي اعمل مشروع بيبقى معايا مثلا مبلغ منه اقدر ان انا اساعد فيه. بس فكره حلوه. كنت برضه احب اساعد، يعني عايزين اي حد يعني يشارك معانا في الجامعات، مش شرط في جامعه اسكندريه، احنا عايزين اي حد يكون لنا فرع تاني في اي جامعه. عايزين تطلعوا بره اسكندريه، عايزين طبعا، احنا عايزين يعني تكون حاجه على مستوى مصر كلها يعني. دي دعوه انا هاخدها منك، وعلى الفان بيج بتاعتنا النهارده على في عز الشباب هتلاقوا في لينكات لشباب بيحب الخير، ارقام تليفونات، واللينك بتاع الايفنت اللي هم عاملينه على الفيسبوك لكل شباب سواء بقى في اسكندريه او خارج اسكندريه. نبتدي نوزع الفكره الجميله بالشكل ده في كل الجامعات ان شاء الله. شدوا حيلكم كده يا شباب، وشباب والله انتوا فكرتكم جميله جدا، ويا رب تكبر فعلا وتبقى جمعيه خاصه ومستقله ليكم وتفضلوا محافظين على ده. باشمهندس مصطفى طه وباشمهندس محمود السيد منورين يا شباب. شكرا. هنطلع فاصل وهنرجع نكمل فقراتنا في عز الشباب، خليكم معانا. شكرا يا باشمهندس.